بدر الدين بوعماني 21 سنة، يلعب بالقدم اليمنى، وسط ميدان متقدم أو صانع ألعاب، نادي شتوتغارت الألماني. بدأ مشواره الاحترافي مع نادي نيس الفرنسي موسم 2022-2023. استدعي من قبل للمنتخب الوطني في 5 مناسبات لم يحرز فيها أي هدف، وقام بتمريرة حاسمة واحدة. هل يستاهل يرجع للمنتخب الوطني قبل المونديال؟ يلا نشوفوا مع بعضنا. موسم 2022-2023 لعب 21 مباراة مع نيس، ما سجل ولا هدف. الموسم اللي بعده ما بين نيس ولوريان كإعارة لعب 19 مباراة، سجل هدف واحد. الموسم اللي بعده 2024-2025 مع نيس دائما 37 مباراة، سجل 5 أهداف، وهنا اللي استدعاه المنتخب الوطني في ال5 مباريات اللي حكينا عليه. هذا الموسم وهو الأهم بالنسبة لنا، مع شتوتغارت لعب 23 مباراة 954 دقيقة، سجل هدفين فقط في الدوري الأوروبي. في الدوري لعب 10 مباريات 4 فقط كأساسي، معناتها حتى الدقائق ما لعبش بزاف، 350 دقيقة، سدد فيهم 10 مرات على المرمى وما سجل منهم حتى هدف. بمعنى آخر في 3 مواسم ونص اللي لعبها لحد الساعة كمحترف سجل 8 أهداف. بالنسبة لي التنقيط تاعو موش راح يفوت 5.5 أو 5 من 10، وراح يكون في الطوب 30 كما قلنا مع شياخة في نفس المستوى. في المنتخب الوطني تاعنا شكون يلعب في نفس المنصب تاعو؟ إبراهيم مازا، فارس شيبي، عبد اللي، بن طالب، عوار، وكذلك إيلان قبال. هل يا ترى يستاهل مكانه مع المنتخب الوطني الأول؟ هذه الحاجة اللي راح تخليها لنا في الكومنتات، وخلينا الجوار الجاي نحكيو عليه.